عمركم تخيلتوا مراحل توسعة الحرم النبوي؟ البدايات، المسجد النبوي كيف كان حجمه وشكله؟ بسيط جدا، مساحته 1050 متر مربع، يسع 1700 شخص تقريبا، ومبني من مواد جدا بسيطة، يعني من الحجارة، الطين واللبن، سعف وجذوع النخل. وحنلاحظ أنه من بدايات المسجد في 3 أقسام. كان القسم المغطى للمصلين في الصفوف الأولى، وساحة مفتوحة، وفي خلف المسجد كان مكان أهل الصفة اللي هم فقراء المهاجرين. طبعا أول توسعة للمسجد النبوي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في العام 7 الهجري تقريبا. المساحة صارت 2500 متر مربع، وصار يسع 4000 مصلي، وبقي المسجد على شكله. دحين احنا متجهين هنا لحجرة عائشة وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا كان الحجرة والبيت اللي يدخل فيه على المسجد. طبعا في الروضة الشريفة كل أسطوانة لها قصة، سبحان الله، وبعض الأسطوانات مكتوب عليها اسم. مثلا هذه الأسطوانة، إحدى الأسطوانات هتلاحظوا مكتوب عليها أسطوانة السرير. هنا كان يوضع له السرير صلى الله عليه وسلم أيام الاعتكاف، ما كان يعتكف كان يوضع هنا السرير. الآن آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض آخر 3 أيام. صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس آخر يوم مرضه فجر الاثنين. خرج صلى الله عليه وسلم من الباب ونظر إلى الصحابة، رأوه. أبو بكر رضي الله عنه كان يبغى يرجع عشان يخليه يقوم، فأشار بيده أن أتموا صلاتكم، ودخل صلى الله عليه وسلم الحجرة الشريفة. وكان هذه آخر مرة رأوه الصحابة رضي الله عنهم. دخل وتمدد على حجر عائشة رضي الله عنها، واشتد عليه المرض. وآخر 3 كلمات له صلى الله عليه وسلم هنا: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وتوفي صلى الله عليه وسلم. عندما توفي صار نقاش بين الصحابة أين يدفن، فقال أبو بكر: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنوا حيث يقبضوا، فقرروا أن يدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. طبعا سووا القبر على أسلوب اللحد، ودفن صلى الله عليه وسلم، والصحابة صلوا عليه فرادى، كلهم كانوا يدخلوا من هذا الباب، الصحابي يصلي ويخرج من الباب الآخر. امتدت الصلاة في رواية يوم وفي رواية يومين كاملين. آلاف الصحابة كانوا يجوا ويصلوا عليه فرادى صلى الله عليه وسلم. ثم دفن، وطبعا بعدها أبو بكر رضي الله عنه دفن بجواره، وعمر رضي الله عنه دفن بجواره. لما دفن عمر، عائشة رضي الله عنها وضعت ستار وتم إغلاق بعدين المكان، وهنا أصبح المكان يسمى بالحجرة النبوية عليه الصلاة والسلام.